مبروك لمصر، قرعة عظيمة 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 لمنتخبنا في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك في شهر يونيو اللي جاي. قرعة ما نحلمش بيها، محظوظين لآخر درجة. مصر وقعت في مجموعة مريحة للغاية، عندنا فرصة لأول فوز في تاريخ مصر في كأس العالم، عندنا فرصة لأول تأهل من الدور الأول في تاريخنا في كأس العالم. ربنا أكرمنا وقعنا مع منتخب بلجيكا، واحد من أضعف المنتخبات الأوروبية. بلجيكا بتمر بأسوأ حالتها. بلجيكا آخر ماتش بيننا وبينهم كسبناهم 2-1 وديا. بلجيكا كاس العالم اللي فاتت طلعت من الدور الأول على إيد المغرب وكرواتيا. بلجيكا كل نتائجها ضعيفة للغاية. وأنا مع بلجيكا ومع إيران اللي لسه في الدورة الودية في الإمارات اللي كنا فيها لسه متعادلة مع جزر القمر وكسبها بضربات الترجيح بالعافية، زي ما احنا عملنا بالظبط. ما احنا تعادلنا مع جزر القمر وكسبناها بضربات الترجيح. هو ده يعني إيران ما تزيدش عننا ذرة، بالعكس احنا عندنا محمد صلاح وعمر مرموش، هم ما عندهمش حد من دول. المنتخب الرابع مين؟ نيوزيلندا اللي عمرها ما كسبت في كاس العالم. نيوزيلندا اللي في اقل حالاتها. نيوزيلندا اللي لسه نادي بيراميدز كسبان البطل بتاعها 3-0، والسنة اللي قبلها الاهلي كسبان البطل بتاعها 3-0. ونيوزيلندا من اضعف الفرق. فوزنا ان شاء الله على نيوزيلندا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مضمون 100%. لسه ملاعبينها ودي من سنتين وكسبينها بسهولة كمان. ما شاء الله مجموعتنا بلجيكا وإيران ونيوزيلندا واحدة من أضعف المجموعات، إن كان ما كانتش هي الأضعف على الإطلاق. ربنا كان كريم بينا، أبعدنا عن أسبانيا، عن الأرجنتين، عن فرنسا، عن إنجلترا، عن هولندا، عن البرتغال، عن الكبار. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. وربنا كمان أبعدنا عن المنتخبات التقيلة اللي في الصف الثاني في التصفيات. من فضل الله من فضل الله. لما جت القرعة لينا احنا طلعنا في مجموعة بلجيكا وإيران قبل ما نعرف مين الفريق الرابع. وأول ما طلعت القرعة احنا مع بلجيكا وإيران، الكاميرا راحت لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وقاعد على شماله إبراهيم حسن المدير الإداري، وقاعد على يمينه خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد. الضحكة قد كده على وش حسام حسن، والفرحة قد كده على وش حسام حسن، والهزار بينه وبين إبراهيم، والفرحة طاغية طاغية، لأن فعلا مجموعتنا سهلة جدا جدا جدا. أخيرا من فضل الله القرعة ضحكت لمصر. أخيرا القرعة ضحكت لنا. مش معانا ولا فريق الحمد لله من كبار كاس العالم. إن شاء الله المرة دي بقى نعمل أول فوز. المرة دي إن شاء الله نتأهل بإذن الله بإذن الله. القرعة بتاعت المستوى الرابع فيها 4 فرق تقيلة قوي، اللي هي ال4 فرق الأوروبية. ربنا أكرمنا، ال4 اتاخدوا قبل ما يجولنا، الحمد لله والشكر لله. كل شيء كان جميل في القرعة، كل شيء الحمد لله أسعدنا سعادة كبيرة كبيرة كبيرة.